اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء. النهارده هنعمل فطيره حادق كده ان شاء الله تعجبكم. تقدري تعمليها بحشوات مختلفه، وهقول لكم الكيلو ممكن يطلع لك قد ايه. وموفره جدا، وهقول لكم تكلفتها قد ايه، ولو تشتريها من بره هتبقى بكام. اول حاجه انا معايا كيلو دقيق. طبعا انت تقدري تحطي نص كيلو، تحطي المقدار اللي انت عايزاه. الطريقه اللي احنا هنعجن بيها دي ممكن تعملي بيها فطير اللي هو الفطير العادي الشرقي، او تعملي بيها فطيره حادق، او تقدري تعملي بيها يعني العجينه دي تقدري تعملي بيها حاجات كتير قوي. بصوا، كل الدقيق بياخد 3 كوبايات من الميه، ومعلقه سكر، ونص معلقه ملح. انا هحط بقى كوبايتين ونص من الميه في الاول، علشان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. واخلي النص التاني يعني اخلي النص التاني كده للعجينه في الاخر. انا عملت المقدار الاولاني، معلش، وعجنته، كانت الكاميرا فصلت، فعجنت مقدار تاني. العجين الاولاني ده هيتعمل الفطير عادي، وده اللي هيتعمل بيه الفطير الحادق. زي ما حطينا نفس المقدار، حطيت كيلو دقيق، وحطيت عليهم معلقه من السكر، وحطيت عليهم نص معلقه من الملح، كوبايتين ونص ميه، ونص الكوبايه التانيه حطيتها جنبي. شغلت العجان كده لغايه ما الاول لم العجين كده، لم الدقيق كده معايا على سرعه هاديه، وبعد كده هبتدي اعلي العجان. لما الاقي العجينه ناشفه معايا كده، بصوا، تحس ان العجان يا عيني ايه مش قادر فروحت مزوده النص كوبايه التانية. تمام. هبتدي بقى ايه اعلي كده العجان عشان ينعم معايا العجينه. بصوا اهي، انا ضفت كده بقيه الميه، النص كوبايه اللي انا كنت راكناها على جنب. هو الكيلو بياخد 3 كوبايات بالظبط. طبعا ممكن نوع دي ياخد ازيد معلقه، نوع دي تاني ياخد اقل معلقه، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، يعني انا ضفت اللي هي النص كوبايه اللي كانت فاضله بالتدريج. كل ما احس كده ان خلاص هي شربت المقدار. والمخبوزات، عايزه اقول لكم المخبوزات والفطاير وكل الحاجات اللي هي المعجنات بتبقى محتاجه العجينه تبقى سلسه. بصوا، كل ما العجينه تبقى طريه وسلسه معاكي كده تطلع لك نتيجه حلوه قوي. لما بتبقى ناشفه بتطلع الحاجه مكتومه، ما بتبقاش كويسه. تمام. يعني دايما اعملي في حسابك ان دايما العجينه تبقى سلسه معاكي، علشان تقدر لو مثلا حاطه لها خميره. طبعا الفطير ما بتحلوش خميره ولا بيكنج باودر، بس بقيه المعجنات يعني الخميره تمشي فيها بسرعه. لكن لو ناشفه او العجينه تحس ان هي ناشفه معاكي، مش ناشفه، تحس ان هي جامده كده مش سلسه، بتاخد وقت في التخمير، وكمان مش بتطلع الحاجه بنتيجه كويسه. المهم ان بص، مش عارفه العجان ماشي رايح فين. بصوا، انا كده عجنتها. اللي هو ايه، انت تقدري تعملي المرحله دي بايديكي، وتفضلي تلتي فيها كده لغايه ما تطلعي النتيجه اللي انت عايزاها. بصوا، انا لمت كده وما بقاش ايه فيها اي بواقي من العجين او الميه. خلاص كده. انا بقول لكم ان هي خلاص خدت كده 3 كوبايات. هاجي اضيف بقى شويه من الزيت، ويعني مسحه زيت كده، وهبتدي اركنها تهدى شويه. انا مش معلهاش اصلا اي حاجه خميره، هي بس هتسيبها ترتاح شويه. الفطاير بالذات بتبقى محتاجه ان احنا نسيبها ترتاح. انا جبت طاسه كده على النار، وحطيت فيها بصل وفلفل الوان وفلفل اخضر اللي هو الرومي، وفلفل حراق. بس انا طبعا انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا مش عارفه ليه بتفصل معايا بسرعه. وقلبتهم كده تقليبه، وهبتدي انزل بيه بالسوسيس. انا هعملها النهارده بالسوسيس، ممكن تعمليها بالفراخ، ممكن تعمليها باللحمه، ممكن تعمليها بالطريقه اللي تعجبك. بصوا، انا جبت سوسيس وقطعته كده شرايح، وابتديت انزله مع البصل والفلفل، وكمان فلفل الوان لو عندك. بس انا كان عندي فلفل اصفر بس ما كانش عندي احمر، فحطيت فلفل اصفر. اي حاجه يعني اللي موجود متاح عندك تقدري تحطيه. انا حطيت نص كيلو، النص كيلو كنت جايباه ب65 جنيه. تمام. وطبعا البصل والفلفل وبقيه الحاجه موجوده في البيت، فيعتبر يعني الكميه دي هقول لكم هتطلع لي كام فطيره بالظبط، وهقول لكم على تكلفتهم. وطبعا انا جايبه كيلو الدقيق ب20 جنيه، فكده 85 جنيه لحد دلوقتي. طبعا التوابل اللي انت بتحطيها، انا اخر مرحله هحط طماطمايه صغننه يعني تظبط اللون كده، لان ما كانش عندي فلفل احمر. طماطمية واحدة بس، هي واحدة بس، بحطها في اخر مرحلة كده، تدي برضو طعم. وزي ما انتي تحبي يعني موضوع الحاجات اللي احنا بنعملها. لما بنيجي نعمل معجنات او نعمل فطاير في البيت، اللي موجود عندك والمتاح، ما تتعبيش نفسك، اللي موجود عندك تقدري تعمليه. والله انا مرة بالليل كان ولادي كانوا طالبينها، وانا ما كانش عندي غير صدر فرخه، والصدر ده كان مشوي. تمام. رحت مقطعاه شرايح، وقطعت عليه بصل وفلفل، وعملنا، وكانت الدنيا كانت جميله.
فبأقل تكلفة ممكن تقدري تعملي حاجة كويسة تفرحي بيها ولادك، بدل ما تشتري لهم حاجة من بره. على الأقل حاجة البيت بتبقى مضمونة، واحنا عاملينها في البيت وعارفين احنا عاملين ايه. انا ضفت كده طماطمايه، وممكن يعني براحتكم ممكن ما تضيفهاش زي ما تحبي، يعني الموضوع ده اختياري. زي ما بقول لكم ممكن تحطي معلقه صلصه، ممكن تحطي طماطمايه، ممكن تستغني عنها. في المرحله دي مفيش اي مشكله. التوابل بقى ملح، فلفل، معلقه بابريكا، معلقه كركم، وتوم باودر، بصل باودر، شويه كمون، شويه فلفل اسود، ورشه الملح. يعني دي التتبيل، ده الملح اللي بنحطه في الحاجات اللي زي كده، سواء لحمه مفرومه، فراخ بقى، زي ما انتوا شايفين كده، سوسيس زي ما تحبوا. فيه ممكن نعمل سجق اللي هو العادي اللي بيبقى. هروح بقى للعجين بتاعي كده، ارتاح كده، سيبته ارتاح شويه. طبعا لو هنعمل فطيره شرقي طبعا التربيه مختلفه تماما يعني، وليها خطوات، ولازم تسيبي العجينه تريح. بص انا دهنت كده الترابيزه اللي بشتغل عليها شويه من الزيت علشان ما تلزقش مني. انا هقطع ممكن تعمليها على دقيق، بس انا بصراحه يعني مش بحبها على افردها على دقيق علشان وشها ما ينشفش. بص انا بكورها كده، وهبتدي اقطعها على 3 قطع. طبعا انا عندي 3 صواني، والصواني بمقاسات مختلفه. انا برضو زي ما دهنت الترابيزه كده شويه من الزيت، انا دهنت كمان الصواني اللي هشتغل فيها. بصوا اهو، انا حسيت يعني حبيت اقطعهم بمقاسات مختلفه، يعني دي اكبر والتانية وسط، والتالتة اصغر مقاس علشان تبقى مناسب للصواني اللي هشتغل فيها. بصوا جبت دي فردتها كده، بس حاولت يعني ارفع الاطراف بس، وابتديت احط الحشو كده من النص وبلمها. بصوا اهو، بلم الاطراف كده على بعضها واحطها في الصينيه، بسيبها برضو ترتاح شويه، وبعد كده بحط عليها شويه زيت وبفردها. معلش برضو حقكم عليا. بصوا اهي، انا جبت لكم برضو، يعني هي فردها بسيط جدا، بتفرديها على قد الصينيه اللي انت بتفردي فيها، بس تحط لها مسحه زيت من على الوش. اهم حاجه بعد ما تلميها كده تسيبها في الصينيه تريح حوالي 5 دقايق عشان تبقى سهله معاكي في الفرد. يعني مش اول ما تلميها تروحي فردها على طول، لا سيبيها تريح معاكي 5 دقايق. شغلت الفرن بتاعتي بقى فوق وتحت، ودخلتها على درجه حراره 200. شغلت من فوق وشغلت كمان من تحت. بصوا اهو، بتبتدي تعلى معايا كده اهو. ابتديت انقلها فوق وبقى، وحطيت الصينيه الثالثه. بصوا بقى الفطيره عامله ازاي، جميلة. وممكن تعملها كل الحشوات اللي تتخيلها، وكمان ممكن تعملي الحشوات دي تبقى حلو، يعني تعملي الحشو من جوه بشوية سكر وقرفة زي ما كنا بنعمل فطاير زمان. هعملها لكم في مرة ان شاء الله برضو هتعجبكم. يا رب اللي يشوف الفيديو كده ما ينسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني. وشكرا ليكم، هستنى رأيكم في الكومنتات، ومع السلامة.